برشا شباب استغلوا الوضع الحالي متاع البلاد متاع الكورونا، الشتاء وبرشا برد. الناس تقول لك ان نحب نعرس باقل مصروف، اقل حضور واقل تكاليف كما نقولوا. شو رايك؟ نعرس بالطبيعة بنقص مصروف، والمصروف معناها نستغلوه في حاجة أخرى، مش لازم معناها باش نصرفوه وكل شيء لازم يعني عادي. يعني انت كيف اي طفله تونسيه تحب الزازه، تحب 7 ايام وسبع ليالي، ولا ترضى بعرس عادي بلديه وصداق وحاجات بسيطه؟ لا نرضى بحاجات بسيطة أنا والله ما حشيش لا بزازة ولا حتى شيء. لا نفرض عليه شيء، ما نقدر ظروفه أنا زادة. هاي لا صياغه بيضه لا صياغه صفراء. بيضة لا صغار صفرا حاشي بيه، هو ما هو يحبني وانا نحبه كهو. هكا. قول انت الحب وحده باهي كافي للزواج للعرس والاستقرار وكل؟ عيب الحب هذاك هو اساس، خاطر كي باش اخوه ما يحبهاش، هي ما تحبوش ولا هو ما يحبهاش، معناها ماهوش باش يتفاهموا في الدار، باش تكثر المشاكل وبرشا حاجات. فرضا ما قالت لازمك زازه ولازمك عرس بالكدا كيما فلانه، كيما بنت خالتك، كيما فلانه، انت شنو تعمل؟ هما العباد باش يجوا يتفرجوا كهو، معناها ما هماش باش مالهم الا باش يتفرجوا ساعه ساعتين ويمشيوا على رواحهم. فرضا معناها انا حاشي بيه، هو الفلوس هذيك نجموا احنا نصرفوها في حاجه اخرى لذاك. تنجم تشد صحيح في موقفك قدام العادات والتقاليد؟ نجم نشد نجم نشد صحيح فيا، معناها ما نستسلمش كي نبدا انا نحبه وهو يحبني، معناها حتى على الدار ما نسلمش فيه. ضد الفكرة معناها عاداتنا وتقاليدنا ما لازمش نسلموا فيهم. العائلة لازمها تكون ملمومة، صلة الرحم موجودة، الناس كل تفرح لك، الناس كل تجيك دونك أنا ضد الفكرة معناها. فما شكون يقول لك العادات والتقاليد اللي انت حكيت عليهم يكلفوا برشا فلوس، يخليوك واحد مثلا؟ شو رايك؟ باش نعرسوا مرتين، باش نعرسوا مرة برك، دونك فرحة واحدة، دونك لازم تشوف أحبابك وأصحابك الفاميليا كل موجودة. تفرح راهو كي يجيوك الناس الكل معناتها وتلقاهم بحذاك ذراعك اليمين وهزينك هما أصحابك، معناها حاجة باهية. بالعكس شنو العرس معناها جاي 30 واحد ولا 40 واحد، اللي باش تستدعاه واللي ما استدعاش شنو باش تقول لهم بعد، معناها باش يتغشش صاحبك كيف يقرب لك. دونك لازم الناس كل تدمل والناس كل مع بعضها فرحة واحدة وكا. يعني فرحه واحده تصرف وعادي وتعيشها كما يلزم مثلا؟ بيان سور الفرحة فرحة واحدة هي، دونك لازم ما نقولوش احنا تصرف معناتها مال القانون، هي تصرف اللي لازمك تصرفه معناتها. ذاك هو مش عندك قلل ودلل معناتها هكا. في حال المدام ما ترضاش؟ ما تهضرش بشنية مثلا، ما ترضاش تحب تعمل حاجه مثلا سامبل كما نقولوا؟ هي نلقاو حل وسط وان شاء الله. علاش ليه معناتها شنو تحب مثلا، هي ما فهمتكش انا بالضبط. نقولوا في حال المدام ما ترضاش، تقول لك مثلا الفلوس اللي باش نخسروهم في الزازه وفي المصروف الزايد نمشيو نعملوا بهم سفره مثلا. انا راني ما قلتش زازا، راه معناها مانيش قلتش انا باش تعرش في صاله مثلا باش تكلف لك 10 ملايين وتجيب فرقه ب 3 ملايين وهاو الممثل المغني الفلاني هاك. لا، تعمل حاجه معقوله، تجيب العائله الكامله، تستدعي احبابك واصحابك اللي باش يفرحوا لك كاو. معناها ما قلتش تنجم حتى راهو ما نعرفش انا، فما ابسط مثال تنجم تعملها حتى فوق السطح ويجيوك الناس الكل، راهو عادي معناها. المعقول عندك قداش؟ معقول شنيا ما فهمتش. انت قلت لي نعمل حاجه معقوله. تكاليف جمليه هو هاك تشوف، تو العرس في تونس معناتها ما اقلش، انا حسب فكرتي البسيطه ما اقلش من 20 مليون في بالي هكا انا معناها كعرس معناتها. نحاولوا وقللوا ودللوا كهو كما قلت لك، حاول الماكسيموم، واحد يقتصد له ماكسيموم يمشي يعمل حاجه مزيانه والفرحه فرحه واحده كما قلت لك. يتسبوا يعني يخدموا مخاخهم، يعني الشباب هذوما فهمت لقاها يعني فرصة يحتمل فهمت باش يخلصوا أقل مصروف. انت معناها العرس يكون بزازه وهيلمان كبير كما نقولوا، ولا عرس عادي بسيط باقل مصاريف مثلا؟ أنا نتصور هي فرحة عمر برانسيب، يعني يكون على أقل شيء متوسط. اللي عنده إمكانيات يحب يعمل زازة يعمل على روحه، واللي ما عندوش. انت انت شنو عملت في العرس؟ احكي لي هكا تكاليف دنيا عرس ولادك خلينا نقولوا، ولا اللي هو احنا انا وقت اللي عملت عرس الظروف وش الظروف تاع تو، ما كاينش فما كورونا فهمت. اما قبل العروسات برشا علالش وبرشا مصروف.
يعني قلت لك انا هي فرحه عمر وكل واحد قد امكانياته، يعني تو السيك يقعد عنده فلوس وبرنسيب، يعني علاش يبخل على روحه؟ يخلي العباد تتفرهد تشيخ تشطح تلعب. انت تحب الزازة معناها؟ اي نوعا ما نوعا ما، علاش لا علاش لا. راي عادي وشيء مسموح به، وما ثمش حاجة تربط بالصيف ولا بالشتاء، وهي فرصة. ثم برشا أغنياء يأجلوا العرس متاعهم للصيف، وإذا كان ثم كورونا في الصيف باش يأجلوه لصيف آخر. علاش؟ على خاطر وكل لما وكل واحد وكل عادات. وثم ناس فقراء، ناس مادية حالتهم المادية ما تسمحش، ما يسالش كي يغتنموا الفرصة في الحالة زي هذه، ما يسالش حاجة مسموح بها. قلت فرصة، انت وكان اتيحت لك الفرصة تستغلها؟ والله كل واحد وكيفاش يفكر، لكن ما نحب نعرف انت كيفاش تفكر. يعني ما يسالش عادي. كان واحد تاحت الفرصة، لكن أنا متزوج الحمد لله، فهمت. وإذا كان تاحت الفرصة مش عادية، فهمتي. يعني تعرس من غير زازة، من غير مدعوين؟ اي ما يسالش. علاش؟ هي اهم حاجه الشروط نتاع الزواج شرعيا اللي تكون موجوده، اللي هي الاشهار، واللي هي موافقه الوالدين وكذا، وهكا البروتوكول الموجود. فقط هذا اذا كان موجود ما يسالش، مش مشكله. هلا يعرس خاطر تو الزواج باش يكلف في بعض المناطق يكلف الملايين، الملايين، وناس ما عندهاش امكانيات. ممكن الشباب ذاك في المدن مثلا لنا ما فيش مشكله كي يغتنم فرصه. ولكن رغم ذلك هذا الكل راهو ماهوش باش يمنعوا مناك الذهب ومناك الواحد، هذيك هي اللي تكلف. دونك الذهب سواء بالكورونا ولا مش كورونا باش يشريه. يعني الكورونا هي رحمة البعض للشباب؟ لا مش رحمة، هي ما نقولوش رحمة لأن فيروس عافانا الله. لا نقصد يعني والظروف الكورونا مهما كان ما نصفوهاش بالرحمة، لكن فرصة. إذا كان ما عندكش إمكانيات برشا، وإذا كان ذيك المأكولات وكل واحد وكل حالة اللي باش تجتمع عليها الناس هذيك مش موجودة، أبرك يكون يكلفك ثم أقل حاجة 60-70% من المصاريف نتاع الزواج باش تتنحى. ولا شنو اقتناعات هي شخصية. إذا كان الواحد يكون مقتنع أنه باش يعرس في الفترة هذه وأقل مصاريف وسيرتو لي كوبل متفاهمين، علاش لا؟ يعني أنت تراها قناعات واختيارات شخصية؟ اختيارات شخصية أنا نتصورها. واللي يحب باش يكون ويلم له فلوس يعمل هكاك، يكتب صديق ويحضر العائلات المقربة يعني حسب رأيك ما فماش لازمة للزهزة وللمصاريف برشا؟ أنا نقول ديما الفايدة في الهنا، مش الفايدة في الزازة والبيعات هذيك، كلها حكاية فارغة. الفايدة في من بعد العرس شنو باش يقع؟ الاستقرار وتكوين العائلة هكا، ولا يا أحمد؟ يعني حسب رأيك اللي مصاريف العرس مهما كانت برشا ولا شوية ما عندها حتى علاقة بالاستقرار في الزواج؟ الهنا والاستقرار هو الأساس في الحياة، البقية الكل حكاية فارغة، فهمت؟ كل حكاية فارغة. دونك على الأقل المصاريف هذيك الزايدة بتاتر أنا في نظرتي أنا يمشي يعملوا دي فواياج كان خير، ولا يكونوا بهم معناها ما يعرسوش. أنا نعرف برشا اللي يعرسوا بياسر ديون، يعملوا ديون برشا على خاطر العرس. دونك علاش ما ثماش علاش يعمل الديون، يعرس بالديون عليه، فهمني؟ يعرس بالقليل. وتزوجوا فقراء يغنيكم الله. لاني بور ولاني كونتر، معناها شنو بركة ياخذوا احتياطاتهم لا اكثر لا اقل، فهمت؟ بحكم تعرف انه العدوى فهمتني وانتشارها الكل خلي الانسان يحاول انه يحتاط لا اكثر لا اقل. ما معناها ما ثم حتى اشكاليه اذا هو يعرس معناها من غير معناها يشوفوا الفاميليا اللي معناها كان الاشخاص اللي لازمين يحضروا، وعلاش لا معناها، فهمت؟ لما شكون اختار اللي هو يعرس في وقت الكورونا كما نقولوا يلقاها فرصه باش ما يصرفش برشا، باش ما كما نقولوا فماش برشا حضور، شويه تخديم مخ معناها. اي ثم عقليات نتاع توا سيرتو راك تشوف انت معناها الايكونوميه معناها في العالم كيفاش معناها الاقتصاد طايح والكل يخموا بعقليه ربحيه معناها، فهمت؟ اما تبقينا
الران والعرس معناها حاجة شنو فيه شروط لازم أنه منها أنه يشهر كذا، وإذا لقى روحه ما ينجمش يصرف علاش لا معناها وين المشكل معناها. وانت وين تلقى روحك؟ والله شو بالنسبة لي أنا معرس في طبيعتي معناها صحيح، أما نقول للشباب اللي يحبوا يعرسوا فهمتني. بريمو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، معناها العرس سيرتو للشباب نشوفوا فيها معناها يلزمهم معناها يتزوجوا، هذيك حاجة مهمة وبأقل تكاليف في الوقت هذا. أنا نرى يلزمهم نرى بأقل تكاليف فهمتني. علاش؟ خاطر العرس ولا الكوم تاعو تريشير فهمت. دونك فيحاولوا حتى نحي الكورونا نحي كل شيء معناها المصاريف والتكاليف ولات برشا فهمتني. اور هما ينجموا يستغلوا الفلوس هذيك باش يصرفوها في حاجه ما خير فهمتني، صالحه لحياتهم كازوس. تبقينا بالطبيعه تعرف انت العادات والتقاليد نتاع العائله التونسيه برشا ناس ما تنجمش تخرج عليه. اور الشباب توا في العاده بحكم كما قلت لك الاقتصاد وتعب والكل والناس الكل حتى الظروف المعيشيه، فانا مع انه يحاولوا يقتصدوا في البلي ماكس فهمت. خلينا نعاود نرجعوا لك انت كان جيت في الظروف الحاليه معناها اللي قاعده توا في البلاد، تصبر لين تتعدى الكورونا وبيان تستغل الفرصه وتقول خليني نعرس باقل مصروف مثلا؟ والله علاش انا من رايي انه نعرس باقل مصروف، هذا هو فهمتني. كيك سوا كورونا ولا حتى من غير كورونا، انا نرى ديما الفرنك يمشي في بلاصته خير من اللي يمشي فيما لا يعني. والله وهي فرصه الموضوع هذا، لاني نلاحظوا انا انه اغلب التوانسه يصرفوا في مصاريف فارغه في العروسات فهمتني. لا لي شيء باش فلان يقول لك يا شوش عمل وفلان شوش عمل فهمني. وهذه العقليه تاعها نورمالمون التونسي ومش حتى كان تونسي اون جينيرال نحن كيفاش نعرسوا اقل مهر اقل دين فهمتني. علاش اغلب الشباب تلقى مرهون في ديون كبيره في عرسه فهمني. هاكا العائله الكل تتعاون شويه شويه. انا واحد من الناس عرس زاد هكاك الحمد لله لميت فلوس شويه الدار منا ومنا ولاباس تعدى عرس لاباس معناها ما نستحقش الديون معناها ما عنديش ديون كي عرس. نفس الشيء الشباب في الظرفيه هذه كيك سواء كورونا ولا من غير كورونا يلزم العقليه تتحسن شويه فهمتني. ينحوا كلغه نحب بنتي ذهب ابيض وولدي ما نعرفش شنو وانا نحب صلاه كذا، لا عرس بالموجود. الفائده ديما نقولوا نحن ديما الفائده في الهنا.